لو عندك 20 سنة اشتراك في التأمينات، تفتكر تقدر تطلع معاش مبكر ولا القانون غير المدة المطلوبة وصدم ناس كتير؟ اتعرفنا في الحلقة اللي فاتت، الحلقة السادسة، على شرط 50%، والنهاردة بنكمل مع بعض شرط البند السادس من المادة 21 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019. وهنا هنتعرف على الشرط الثاني والأساسي لاستحقاق المعاش المبكر. وتنص الفقرة ب على أن تتضمن مدة الاشتراك المشار إليها في البند الأول مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهر، تكون 300 شهر فعلية بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون. طيب نفهم إيه من الكلام المعقد ده؟ في بداية تطبيق القانون سنة 2020 كان بيشترط للحصول على المعاش المبكر 20 سنة اشتراك فعلي، اللي هم كانوا كام؟ 240 شهر. لكن القانون قرر ان المدة دي تزيد بعد انتهاء الفترة الانتقالية، وبما اننا دلوقتي في 2026 يعني عدينا خلاص مهلة ال5 سنين الانتقالية، فاصبح الشرط الالزامي والمطبق حاليا هو 25 سنة اشتراك فعلي في التأمينات، يعني 300 شهر. بالبلدي كده، حتى لو معاشك بيحقق شرط 50% اللي شرحناها في الحلقة اللي فاتت، ده لوحده مش كفاية. خد المثال البسيط ده عشان الصورة توضح اكتر. موظف عمره 52 سنة وزهق من الشغل وعايز يخرج على المعاش المبكر، لما حسب مدة اشتراكه في التأمينات لقاها 22 سنة فقط. الموظف ده رغم انه زمان كان يقدر، ورغم انه تجاوز 20 سنة، الا انه حاليا في 2026 طلبه هيترفض تماما. ليه؟ لان القانون يشترط الان 25 سنة اشتراك فعلي تم تفعيلها بداية من 1 يناير 2025، ولسه في شروط تانية. اذا مدة الاشتراك اصبحت واحدة من اصعب شروط استحقاق المعاش المبكر، وما ينفعش صرف المعاش قبل استيفاء المدة دي كاملة ومستوفاة. لكن السؤال الأهم والأخطر، هل 50% ومدة 25 سنة اشتراك كفاية لوحدهم علشان تستحق المعاش المبكر وتقبض، ولا القانون لسه حاطط شروط إجرائية تانية لو عملت فيها خطوة واحدة بس غلط هتخسر وظيفتك ومعاشك مع بعض؟ يعني لازم تخلي بالك تماما، وده اللي احنا هنعرفه في الحلقة الجاية. وإلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة، تقبلوا تحياتي.